عايزه تعملي تورته لعيد ميلاد حد عندك، او عايزه تعملي تورته في العموم مش شرط عشان مناسبه عيد ميلاد. عايزه تعمليها في البيت ولسه اول مره تعمليها وخايفه تعمليها لوحدك، ما تقلقيش وتعالي نعملها مع بعض سوا وبابسط الطرق وابسط المكونات، وهتنجح معاكي ان شاء الله من اول مره. وما تقلقيش خالص، حتى لو مش عندك الادوات اللي هم بيستخدموها في التقطيع وفي الحاجات دي، هتعرفي برضه هقولك تتعاملي ازاي وتستخدمي وتستبدليها بايه الحاجات دي. تابعي معايا الفيديو للاخر وهتشوفي الطريقه وهتنجح معاكي، وهتبقى كمان ارخص وموفره عن بتاعه بره بكتير. ممكن كمان يعني ممكن تكلفك اقل من نصها، كمان من نص ثمن واحده تشتريها من بره وتبقى معاكي جميله ونضيفه وتبقى معاكي 4 طبقات. وهنعملها تورته مقاس 20. تابعي الفيديو. لو انت مش مشتركه في القناه اتمنى منك تعملي اشتراك للقناه وتعملي لايك للفيديو وتعملي تكتبي لي كومنت حلو. يلا لما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. اول حاجه معايا هنا انا رحت اشتريت الخامات اللي انا هحتاجها في عمل التورته معايا. اول حاجه جبتها نص كيلو من الدقيق الاسبونج. النص ده عامل 40 جنيه، الكيلو عامل 80 سواء بالشوكولاته او العادي. انا جايباه بالشوكولاته وجايبه النص ب40، هو السعر واحد سواء شوكولاته او تاني. الكيلو ب80، انا جايبه نص ب80. صينيه مقاس 20 سنتي بتحتاج معاكي نص كيلو من دقيق الاسبونج. جبت معايا ورق زبده لان انا كنت محتاجه ورق زبده، طبعا محتاجينه في اللي هي تبطينه الصينيه، فجبت ورق زبده. الورق الزبده ده انا جايباه مقاس 40 سنتي في 10 متر، عامل 38 جنيه. وجبت برضو ربع كيلو من اللي هو الكريم شانتيه، الربع عامل 60 جنيه. هحتاج منه كوباية كبيرة. فبرضو يعني خليكي برضو في الاهم، خليكي في الاساسيات جيبها بالظبط. تجيبي نص دي سبونج واللي هو ربع كيلو كريم شانتيه، بقى منك شويه مش مشكله. ب5 جنيه وجبت من بقى اللي هو ايه محسن الكيك، ب5 جنيه محسن من الكيك اللي اللي هو هو الجل محسن الكيك ب5 الجل. جنيه اهم حاجه هي تجيبيه دوبك عامل محسن كيك معلقه جل، احنا كبيره، محتاجين منه مش معلقه كبيره، هتحتاجي هي ازيد دوبك من ب5 المعلقه دي. جنيه هي معلقه كبيره. ما تجيبيش اكتر من كده بقى. وهتجيبي بقى حاجات التزيين ده راجع لك انت، هتزينها زي ما انا عاملاها، هتجيبي الحاجات دي معايا. ممكن كمان تقللي في الحاجات دي لان الحاجات دي بقى منهم حاجات كتيره قوي. مش عايزه تزيني زي ما انا مزينه، ممكن تغيري التزيين وشوفي انت حابه تزينيه بايه، وزيني بالحاجه اللي انت حباها ونفسك فيها. عايزه تزينها بالفواكه، عايزه تزينها باي حاجه اعمليها. انا زي كنا عايزين ناكل شوكولاته في شوكولاته، فانا جبت كل حاجات بالشوكولاته. جبت ب10 جنيه من البسكوت الاوريو، هو الحاجات دي موجوده عند بتاع المستلزمات الحلواني، فهو عطاني. قلت له انا عايزه ب10، ما تتكسفيش وما تستقليش ب10 جنيه، كده كده بتجيبي بفلوس. قلت له انا عايزه ب10، يعني شوفي انت عايزه ايه وهات ب10. جبت ب10 بسكوت اوريو، جبت ب10 سوداني شوكولاته و10 من اللي هي الشوكولاته الصغيره ديت. وجبت كيسين برشميلو كنت هحتاجهم، يعني كنت جايبهم عشان ازين بيهم، بس بصراحه ما زينتش بيهم ما استخدمتهمش. جبت 2 من البسكوت اللي هو الفريسكا اللي هو ويفر. وجبت طبعا اللي هو كورن فليكس ده للاولاد بره الموضوع. جبت مكعب شوكولاته، المكعب ده عامل 16 جنيه. الحاجات دي بتبقى مكتوبه كده وموزونه ومتسعره، يعني انا خدت المكعب ده كان متسعر عليه 16 جنيه فانا جبته. وجبت برطمان اللي هو بديل الشوكولاته ده عامل 25 جنيه، وزنه 200 جرام. كان في منه البرطمان الكبير تقريبا على ما افتكر يعني وزنه 800 جرام حاجه زي كده، وكان عامل برضو حوالي 85 جنيه. انا جبت الصغير ده مش هحتاج اكتر من كده يعني هيكفي معايا. وجبت ب10 جنيه برضو من اللي هو الشوكليت شيبس. جبت برضو 2 كيسين من الصوص، واحد صوص كامل واحد صوص شوكولاته. الواحد ب5 جنيه. زي ما قلت لكم الحاجات ديت للتزيين، يعني ممكن تقدري تستغني عن حاجات كتيره فيهم، لان انا بقول لكم حاجه التزيين فاضل مني حاجات كتيره، يعني حتى مش هقول لك فاضل كميات بسيطه، لا ده فاضل حاجات كتيره قوي يعني. فممكن تقللي، ممكن اصلا ما تحبيش تزينها من زينها. التزيين ده بتاعك انت، الحاجات الاساسيه معانا. وهنحتاج صح 4 بيضات، وانا كان عندي عندي بيض في البيت فما احتاجتش ان انا اشتري. يعني لو مش عندك بيض اشتري بيض معاهم 4 بيضات. الحاجات الاساسيه معانا اللي هو 4 بيضات، نص كيلو من دقيق الاسبونج، ربع كيلو من الكريم شانتيه ب5 جنيه، او معلقه كبيره من محسن الكيك اللي هو الجل. بس لو ما لقيتيش محسن جل ولفيته وما لقيتهوش هتستبدليه بمعلقه خل. بس الاول يستفضل لك تجيب اللي هو المحسن الجل ده. هتستبدليه هتستبدليه بمعلقه خل. اول حاجه نعملها ان احنا هنبطن الصينيه بتاعتنا الاول قبل ما نشتغل في الكيكه عشان تكون صينيتنا معانا جاهزه. هنبطنيها ازاي؟ لو انت مش بتعرفي تعملي ورق الزبده في الصينيه تاخدي مقاس الصينيه مظبوط،
هتجيبي ورقه الزبده تقصيها كده على مقاس الصينيه كده وتقصي، وبعد كده تتني الورقه مربع كده وتتنيها، وبعد كده تقسميها تتنيها مثلث في مثلث، وبعد كده تحطيها في نص الصينيه كده وتقصي الزياده زي ما انت شفتي في الفيديو. هيطلع معاكي مقاس الصينيه بالظبط. هتبطنيها بس الاول هتدهني صينيتك سمنه او زيت او سمنه او زبده او زيت، شوفي المتاح عندك، وبعد كده تحطي عليها الورق الزبده. بعد كده بعد ما تبطني الصينيه هتروحي نجيب بقى بوله كده ونحط فيها الاربع بيضات. اهم حاجه يكون معاكي البيض بدرجه حراره الغرفه، يكونوا بره التلاجة قبل ما تشتغل عشان تنجح معاكي التورته. لازما يكون البيض بره التلاجة مش ساقع. هتجيبي البوله تحطي فيها الاربع بيضات وتحطي عليهم النص كيلو من اللي هو دقيق الاسبونج، وتحطي عليهم معلقه المحسن الكيك، وهتحطي نص كوبايه من الميه. دي الحاجات اللي معانا بس، مش هنحتاج اكتر من كده، ولا سكر ولا زيت ولا اي حاجه، دي بس اللي هتحتاجيه. هتقلبيهم كده الاول بالمضرب الكهربي قبل ما تشغليه، وبعد كده تبداي تشغليه. اهم حاجه ان انتي يكون عندك مضرب كهرباء او عجان، غير كده مش هتعرفي تعمليها، لان مش هتنجح معاكي وهتعرفي تعمليها بالمضرب اليدوي. هتفضلي تضربي فيهم كده اقل حاجه يا مايا، يعني ايه اقل حاجه 7 دقايق تضربي فيهم كده. انا كنت بفتح يعني بريح المضرب وارجع اشغل تاني لحد ما اضرب فيه لحد ما تحسي ان الفوم كده يعني كبر كده وملا معاكي البوله بتاعتك. تفضلي تضربي فيها كده باستمرار. بعد كده تجيبي المعلقه تقلبيها كده من تحت لفوق عشان لو لسه في دقيق او حاجه تحت، فانت ايه تقلبيهم كويس جدا مع بعض. قبل لما تيجي بقى تضربي المكونات تكوني مشغله الفرن بتاعك قبلها ب5 دقايق، يعني قبل ما تحطي الصينيه يكون لازم يكون الفرن ولا قبلها ب5 دقايق على اعلى درجه حراره من فوق ومن تحت قبل ما تدخلي الصينيه بتاعتك فيه. هتجهزي الصينيه بتاعتك تفضيها بقى في الصينيه احنا مبطنينها، وبعد كده حاولي تساوي وشها عشان هي الخليط بتاعنا تقيل، هو كده ده الطبيعي بتاعه يعني ما تقلقيش. فلازم تسويه، يعني مش بيتفرد معاكي في الصينيه كويس زي الكيكه العاديه، فتسويه كده بعصايه الشيش طاووق بخله بالمعلقه كده السيليكون تسويه كده، وتهبدي الصينيه كده مرتين كده عشان بحيث انك تظبطي كده يعني الخليط بتاعك كده كويس في الصينيه. وهتدخليها الفرن على درجه حراره 180، تكوني يعني الفرن ولع من تحت بس مش من فوق، على درجة حرارة 180. هتسيبيه هياخد معاكي من حوالي 35 ل 45 دقيقة. أهم حاجة ما تفتحيش عليه الفرن قبل ال 35 دقيقة. هتفتحي عليه الفرن بعد ال35 دقيقة هتشوفي تختبريه بعصاية بالخلة اللي هي شيش طاووق أو بسكينة من النص. هتحطيها هتدخليها في النص، ان طلعت معاكي السكينة أو الخلة نضيفة مفيهاش أي مثلا حاجة من الخليط تبقى كده استوت معاكي وحلو. طلعت معاكي لسه، هتسيبيها في الفرن تاني حوالي برضو ال10 دقايق و5 دقايق، يعني تابعيها. أهم حاجة تختبريها من نص الصينية، بلاش من الطروف، لأن دايما الطروف معانا بتستوي قبل النص، يعني تبقى من بره كده بتبقى مستويه، يعني الطروف بتاعتها بتبقى مستويه اكتر من النص. اهم حاجه بعد ما تستوي عليها وتستوي معاكي وتقفلي عليها الفرن ما تطلعهاش على طول بره عشان هتهبط معاكي. لازم تسيبيها في الفرن حوالي 5 دقايق كده، تفتحي عليها باب الفرن كده توربيه شويه بحيث ان ما تطلعيش الصينيه تاخد صدمه من الهواء فتقوم هابطه معاكي عشان تنجح معاكي تفضل يعني قابه معاكي. هتفتحي لها باب الفرن شويه كده بعد ما تقفلي عليها كده ما يقرب 5 دقايق، وبعد كده تطلعيها بحيث ان انت كده دخلت لها يعني الهواء اللي بره تدريجيا، وبعد كده تطلعيها. هتشيلي من عليها ورق الزبدة قبل ما تبرد، عشان لو انت سبتها تبرد ورق الزبدة فيها هيلزق فيها وهيبقى يعني هيعذبك شويه في انك انت تشيليه. هتشيلي من عليها ورق الزبده كلاته، وبعد كده هتغطيها فوطه يعني فوطه مخصصه للكيك او للتورته، او ممكن تلفيها بورق استرتش وتدخليها التلاجة. انا غطيتها بفوطه وسبتها بره. بتعملي الكيكه ديت من قبلها بيوم، وممكن كمان يومين وتسيبها معاكي في التلاجة وتطلعيها تزينيها وتشتغلي فيه. انا اليوم ده كنت بصراحه عندنا عيد ميلاد وكنت مستعجله عليها فكنت محتاجاها يوميها، فاستخدمت بعدها يعني بحوالي 6 ساعات كده بقى بدأت اشتغل فيها. انا غطيتها بقى وسبتها، وبعد حوالي 6 ساعات بقى عدوا عليا بدأت اجهز في الكريمة بتاعتنا. معانا اول حاجة كوباية من الكريم شانتيه، وهاخد عليه نص كوباية من اللي هو السكر البودرة. لو مش عندك سكر بودرة السكر العادي بتاعنا هتفرميه في الكبة وتاخدي منه ربع كوباية كده، طبعا السكر معاكي حسب الرغبة يعني. وهتحطي عليهم كوباية من المية.
اهم حاجه الميه بتاعه الكريمه تنزلي بيها تدريجيا، ما تنزليش بيها مره واحده، علشان في خامه الكريمه ديت بتختلف من مكان لاخر او من نوع لاخر. ففي نوع يعني بيحتاج ميه يعني زياده، او ميه دوبك ميه بالظبط، هي كل كوبايه كريم شانتيه ليها كوبايه ميه، ده المعيار المظبوط. في كريمه مثلا بتحتاج اكتر من كده، في ممكن يحتاج معاكي اقل من كده. فانا نزلت بالميه بتاعتنا تدريجيا عشان لحد ما لو كل معلقه محتاجه هزود لها الميه تدريجيا. انا الكريمه بتاعتي دي احتاجت حوالي كوبايه وربع من الميه، كنت بنزل الميه تدريجيا لحد ما معايا تمام. هفضل كده اضرب فيها كويس جدا بالمضرب الكهربي، مش قلت لكم بطل معانا النهارده المضرب اللي بالكهرباء. هحط الميه كده شويه يعني انزل الميه كده تدريجيا شويه بشويه كده لحد ما احس ان كده معانا بقت مظبوط. هفضل اضرب فيها كتير جدا كده. ممكن تستبدلي الميه بلبن، بس اهم حاجه سواء ميه او لبن لازم يكون ساقع جدا. يعني الميه كانت معايا ساقعه جدا مشبره، ولو كمان تحطي فيها تلج يبقى احسن كمان. لازم تكون ميه الكريم شانتيه او اللبن ساقع جدا. ممكن فعلا تستبدلي الكريمه باللبن اللي انت حباه. انا عايزه الكريمه بتاعتي تبقى بالشوكولاته، فانا حطيت عليها معلقه من النوتيلا وهكمل بالكاكاو. هحط عليه كاكاو برضه، عايزه تخليها كلها بالنوتيلا وتخليها بالشوكولاته يعني من غير ما تحطي كاكاو. هتزودي طبعا نوتيلا اكتر من كده. انا هكمل بالكاكاو. هحط 3 معالق او معلقتين من الكاكاو، يعني على حسب ما الاقي اللون معايا اللي انا محتاجاه تمام كده معايا. هحط اللي هو كاكاو خام، عايزه تحطي كاكاو محلى حطيه، بس يستحسن اللي هو الكاكاو الخام هيبقى معاكي افضل. هحط كده الاول هقلبه بالمعلقه، وبعد كده هرجع اضربه بالمضرب اللي بالكهرباء. ليه بقى؟ مش هينفع انك انت تستكفي بالمعلقه، لان هيبقى فيه معاكي تكتلات كده من الكاكاو عامل معاكي تكتلات، فلازم تضربيه بالمضرب الكهرباء لحد ما تحسي كده ان التكتل بتاع الكاكاو اختفى معاكي. لحد كده بصي بتلاقي معاكي بقت حلوه كده وملت البوله، وتقلبيها كده تلاقيها معاكي مش بتقع، يبقى كده الكريمه بتاعتك بقت تم. هتدخليها التلاجة تسقع معاك، وبعد كده نبدأ بقى نشتغل معانا ايه في التورته بتاعتنا. ما شاء الله حلوه وجميله ومستويه وهشه معانا. هنبدأ بقى نقطعها مع بعض. دلوقتي انا مش عندي المنشار اللي بيقطع التورته، هنعمل ايه؟ هتستبدلي المنشار بتاع التورته بسكينه تكون مشرشره، اللي هي في سكاكين بتبقى طويله كده مشرشره. طب انا مش عندي السكينه المشرشره زي حالاتي، هتعملي ايه؟ الدنيا ما وقفتش يعني مش هتعملي تورته عشان خاطر السكينه، لا طبعا. هنستبدل السكينة اللي هي مشرشرة والمنشار والمنشار بيقطع التورته بسكينة عادية خالص. بس اهم حاجة يعني تكون اللي هي طويلة شوية، سكينة كبيرة عشان تعرفي يعني ايه تتحكمي وتقطعي التورته معاكي. هتقطعيها على 4، بس حاولي بالنظر كده تظبطي المقاسات بتاعتها، تكون الأربعة نفس السمك بتاع بعض، يعني تكوني تعمليهم سمكهم زي بعض. انا هنا كانت اللي هي الرابعة ديت طبعا يعني اكبر شويه وكده، فقطعت الحته ديت عشان يبقوا نفس ايه المقاس. تمام. كده احنا قطعناهم وبقى جاهزين معانا. دلوقتي هجيب اللي هو نبدأ نحط الكريمة بقى، طلعناها من التلاجة ونحطها في كيس الحلواني. دلوقتي احنا مثلا دلوقتي انت مش عندك اللي هو الطبق الدوار اللي هو بتاع التورته او بتاع الكيك اللي هو الدوار اللي بيلف ده، هتعملي ايه؟ هتستبدليه بايه؟ هتجيبي الصينيه وتحطي تحتها كوبايه او صينيه تكون اصغر منها حجما، وتحطي عليها الصينيه دي وهتلاقيها بتلف معاكي عادي جدا. دلوقتي انا في طبق اللي هو بتحطيه القاعده بتاعه التورته اللي هو بيبقى لونه اصفر ده. انا بصراحه والله نسيت جدا جدا ان انا اشتريه. طبعا لو انتي طبعا انتي يستحسن انك تجيبيه عشان تحطي عليه القاعده وتثبتي عليه التورته. طبعا ما جبتوش مفيش مشكله، هتخلصي التورته وتاخديها تنقليها على طبق. لو هتجيبي بقى الطبق ده اللي هو بتاع قاعدة التورته، قبل ما تشتغلي عليه هتحطي عليه معلقة كده من الكريمة في النص بالظبط، تحطي عليه اول طبقة من التورته او اول طبقه ايه من الكيك. هتحطيها وتسقيها. هتعملي التسقيه بتاعتك ايه؟ يكون معاكي سيرم، يكون سيرم معاكي خفيف، ما يكونش يعني ما يكونش سيرم تقيل. لو كوبايه ميه على كوبايه السكر وتسيبهم يغلوا على النار كده غلوه واحده وتقفلي عليهم، او تحطي شويه ميه على شويه سكر كده وتقلبهم مع بعض، وتحطيهم مثلا في ازازه اللي هي الكاتشب ديت. لو اي حاجه تكون لها بوز كده معاكي، يعني انا والله ما لقيتهاش مش عارفه هما فين ازازه الكاتشب بتاعتي، فانا استخدمت اللي هي ديت بتاعه العصير بتاعه اولادي، يعني لها بوز كده بيتنزل فاستخدمتها. هتسقي كل طبقه هتسقيها من السيرم ديت او الميه بسكر، وبعد كده تحطي لها طبقه من الكريمه،
وتفرديها كلها وتحطي، عايزه تحطي بقى فوقها حاجه تحطي لها صوص مثلا كراميل. انا كنت المفروض احط لها صوص كراميل بس انا استبدلته بالشوكليت شيبس. هتحطي صوص شوكليت شيبس، هتحطي مثلا صوص فراوله، اي صوص عايزه، مش تحطي اي حاجه خالص تستكفي بطبقه الكريمه تمام. هتحطي الطبقه التانية برده وتسقيها برده من السيرم، وترجعي تحطي عليها طبقه برده من الكريمه، وهكذا لحد ما تخلصي. لو معاكي مثلا واحده اتقطعت او واحده مثلا حجمها كان صغير مش عارفه ايه، ما تقلقيش، ما تقوليش باظت. اهم حاجه تحطي الحته اللي هي بايظه معاكي دي، يعني اللي هي ما ظبطتش معاكي ديت في النص زي ما انا عملت كده، وتحاولي بقى تاخدي الزيادات. انا كان في حته شايلينها من على الوش لو انتوا فاكرين، انا خدتها قطعتها كده وحاولت ان انا اسوي بيها كده لحد ما خليتها سوا بعض، وكده بقت ظبطت معانا. هتبطنيها التبطينه مبدئيه كده اللي هي الكريمه كده كلها بقى تغلفيها كلها بطبقه كريمه كده خفيفه، وهتدخليها الفريزر ساعه ساعه، وتطلعيها او التلاجة يعني. شوفي ان انت حابه على حسب ما انت مستعجله. انا كنت مستعجله فكنت بدخل في الفريزر واطلع، فحطيتها في الفريزر. اطلعيها من اللي اطلعها، وترجعي بقى تحطي لها تبطين بقى، تبطنيها تاني بقى بطبقه كريمه بقى اللي هي تغلفيها بقى كلها بطبقه الكريمه، جوانبها والوش بتاعها كلها كريمه. انا اهم حاجه بالنسبه لي اللي انا كده كده الجوانب بتاعتها غلفتها من الكريمه كويس جدا، وعلى الوش هسيح شوكولاته او نوتيلا على بخار ميه، احط له مكعب من الزبده واحطه على بخار ميه واخففه بشويه لبن، وعشان يدي معاكي اللمعه. يعني لما تحطي لها مكعب زبده ده اللي هيدي لمعه معانا للصوص الشوكولاته او الجناش بتاعنا. هتنزلي بيه على الوش. انا كده كده مش عايزه اغلف بس غير الطبقه الوش ديت من صوص الشوكولاته، والجوانب انا هبطنها باللي هو الشوكولاته. كنا جايبين مكعب شوكولاته في المشتريات، هبشره كده كلاته وهبطن بيه البشر بتاعه ده بالمبشره، هبطن بيه الجوانب بتاعتها كلها. بعد كده التزيين ده بتاعنا احط شويه برده من الشوكولاته المبشوره على وش، هحط بسكوت، هحط برده شوكولاته من اللي هي الصغيره وزداني شوكولاته والبسكوت الويفر ده، واحط برده شوكوبودي كده. حاولت ان انا ما اكررش الالوان بحيث ان تبقى الالوان كلها موجوده كده، تكسر يعني تكسر معانا لونه اللي هو الشوكولاته كلها. وبكده تكون معانا التورته جاهزه معانا. هتحطيها في التلاجة يعني على ما يجي ميعاد بقى مثلا هتقطعوها بقى او تحتفلوا او كده، او ممكن تستخدميها في ساعات كده بتكون جاهزه معاكي. بس اهم حاجه بين كل طبقه وطبقه هتدخليها التلاجة، تحطيها برده ما تنسيش يعني لما تحطي لها اول طبقه من الكريمه هتدخليها التلاجة، وطلعيها تاني تحطي لها طبقه الكريمه وتدخليها التلاجة على ما تعملي الجناش وترجعي تطلعيه. انا بقى كسرت جبت قصدي اللي هو الصوص اللي هو الشوكولاته، وبص حطيته كده كله داير ما يدور كده على البسكوت وعلى الشوكوبون وعلى السوداني كده عشان يدي معانا يعني عطى معانا شكل حلو كده في الاخر. وكده بتكون جاهزه معانا التورته وما كلفتناش حاجه. ومع العلم والله متوفر معايا خامات كتيره جدا، متوفر معايا مثلا كريم شانتيه، ومتوفر معانا من الشوكوبون، والحاجات دي هنبقى نستخدمها تاني وتبقى احسن وجميله ونضيفه وطالعه معاكي الاربع طبقات جميله والله احلى من بتاعه بره. والله العظيم لو كلتيها مش هتعرفي تفرقي بينها، انت شاريها يعني هي مش هتعرفي تقولي ان هي معموله في البيت كانها شاريها من بره. وكده تكون كده معاكي. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي اشتراك للقناه وتعملي لايك للفيديو وتكتبي لي كومنت حلو. اشوفكم في فيديو جديد.